نسب مجهول النسب، هذا الرجل لا يعرف أبوه ولا يعرف أهله، وهذه كذلك قرينة تدل على أن صاحب هذه الصورة هو المسيح الدجال. هذه المعلومات كما قلنا لا تعلمها الأمم السابقة، فقط الأنبياء يعلمون هذا. شيء آخر في اللوحة كذلك عجيب، عندما كانت اللوحة تظهر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كانت قد اشتركت مع صورة نبي الله موسى صورتان كانتا قد استعملتا واستخدمتا للخير. الأفعى كانت سبب لنصر موسى عليه الصلاة والسلام على السحرة وفرعون، ورأس البقرة استعمل كذلك لكشف جريمة القتل كما جاء في القرآن الكريم.